بتبحث عن قناتك ومش لاقيها. المشكلة دي بيعاني منها ناس كتير، والحل أسهل مما تتخيل. في الفيديو ده هقولك ليه قناتك مش بتظهر في نتائج البحث، وإيه اللي هيخليها تتصدر بنتائج البحث في أسرع وقت ممكن. وخلونا علشان ما نطولش على حضراتكم نبدأ بأول حاجة معانا، واللي هي اسم القناة. اسم القناة ممكن لو انت مختار اسم لقناتك يكون في منه 2 أو 3، فممكن يعيب قناتك ويخليها ما تتصدرش في نتائج البحث. عايزك تختار اسم لقناتك، اسم يكون مميز، اسم يكون مش مستخدم في اليوتيوب نهائيا، اسم يكون محدش استخدمه ولا يعرف عنه أي حاجة. هتقولي طيب أنا هسأل يوتيوب أو هسأل شات جي بي تي وهبحث على اليوتيوب وهشوف إن كان في فعلا أسماء قنوات اللي أنا هستخدمها أم مفيش. فحاب أقولك إنه أنت لو استخدمت شات جي بي تي للبحث عن اسم لقناتك، فعايزك تتأكد مليون بالمية إنه الاسم ده مش موجود. لأن شات جي بي تي يوم ما تقول له اطرح لي أسماء لقناة مثلا طبخ على اليوتيوب، ممكن يطرح لك معلومات مع طبخ مع هالة، طبخ مع سميرة، طبخ مع محمد، طبخ مع علي، طبخ مثلا مطبخ مع عثمان، يوميات محمد، يوميات سميرة وهالة، الله أعلم مين هما، حاجات من دي. فأنا عايزك تتأكد إن الأسماء ديت مفيش حد بيستخدمها، لأنك لو اخترت اسم لقناتك مستخدم وجيت تبحث عنه فالاسم اللي قبلك هيتصدر في نتائج البحث. عايزك تختار اسم لقناتك ميبقاش حد يستخدمه. طيب ازاي تعرف انه الاسم ده محدش يستخدمه نهائيا؟ في طريقتين، طريقة من شات جي بي تي نفسه لما يطرح لك الاسم، والطريقة التانية من يوتيوب. أول طريقة من شات جي بي تي بس يديك الاسم مثلا وأنت اخترت يوميات محمد، أو يوميات مع محمد وسميرة، أو يوميات مع محمد وسميرة برضو خلينا نقول. بس تختار مثلا الاسم ده. ازاي تعرف انه محدش يستخدمه؟ تقول لشات جي بي تي هل يوجد قناة على اليوتيوب اسمها يوميات مع محمد وسميرة، يوميات مع محمد وسميرة، يوميات مع محمد وأي حاجة، يوميات مع علي، يوميات مع محمد، علي، أحمد، أي حاجة. تسأله، هتقول له هل يوجد قناة على اليوتيوب اسمها، ركز معايا اديله الصيغة ديت وانت جاي تتكلم معاه، هل يوجد قناة على اليوتيوب اسمها يوميات مع أحمد وسميرة، يوميات مع علي وسميرتي، يوميات مع أي حاجة. فتقول له يا بالصيغة ديت هل يوجد قناة على اليوتيوب اسمها يوميات مع محمد وسميرة، هيطرح لك هو نعم يوجد قناة على اليوتيوب. أول حاجة هيديك جاري البحث، بعد ما يقول لك جاري البحث هيقول لك لا نعم لا لا وبعدها فاصلة. طبعا يقول لك نعم يوجد قناة على اليوتيوب اسمها يوميات محمد مع سميرة، والقناة ديت بتقدم محتوى طبخ، والقناة ديت فلوجات ومحتوى طبخ وحاجات من دي. لا يوجد هذه اسم من القناة على يوتيوب اسمها يوميات محمد مع سميرة. هل إذا كنت ترغب في استخدام هذا الاسم فهو اسم جيد لك وكده. فأنت هتبدأ تقول له طب أنا عايز إيه يعني يوميات محمد مع سميرة، أو تديني مثلا ملخص بسيط ليها. فيبدأ هو يطرح عليك مثلا يقول لك يوميات محمد مع سميرة استنونا في أي حلقة جاية، يوميات محمد مع سميرة هنعلمكم فلوجات يومية، يوميات حاجة من دول. فبس انت يطرح عليك تقوم جاي داخل على يوتيوب، ماسك تليفونك وداخل على يوتيوب وتقوم جاي قايل له هل يوجد قناة على اليوتيوب اسمها يوميات محمد مع سميرة؟ طبعا لان مرات شات جي بي تي ما بيطرحش عليك اقتراحات مظبوطة او اقتراحات صح، وممكن يقول لك نعم لا يوجد قناة، وممكن يقول لك ويمكن يبقى فيه قناة، ويمكن يقول لك لا يوجد قناة ويمكن يبقى فيه قناة. فحاول تتأكد من انه مفيش اسم لقناتك اللي انت اخترته على شات جي بي تي ويوتيوب. اسأل يوتيوب قول له يوميات محمد مع سميرة، وبص هيطلع لك قنوات ولا مش طالع لك. طالع لك قنوات اعرف انه في قناة اسمها يوميات محمد مع سميرة، لانك لو عملت قناة اسمها يوميات محمد مع سميرة وجيت بحثت عنها في اليوتيوب فانت هتلاقي انه يوتيوب بيديك
قناة يومية محمد مع سميرة التانية مش انت. فحاول اتأكد من النقطة ديت. طبعا تاني حاجة معانا واللي هي القناة لما تكون جديدة. طبعا لو قناتك جديدة لسه فأكيد ما تسألنيش أو ما تقولش طب هو ليه يعني القناة مش مقترحة، أو ليه مثلا قناتي، يعني عايز تستنى أو عايز تفحص قناتك إن كانت مقترحة أو مش مقترحة. امشي على النصيحة الأولى، وبعد 7 أيام من إنشاء القناة وتنزيل عليها فيديوهات هيبدأ كل حاجة تشوفها أنت بعينك قدامك. هيبدأ تشوف إن كان قناتك مقترحة في اليوتيوب ولا مش مقترحة. بعد 7 أيام، ركز معايا، بعد 7 أيام بتبدأ تشوف إن كانت قناتك مقترحة في اليوتيوب ولا ماهيش مقترحة. لأن بعد 7 أيام من إنشاء القناة بيبدأ إن كان عندك مشاهدات فبتنزل لك في الإحصائيات. المشتركين بتنزل أول بأول، بس بتتراجع، يعني هي بتتراجع عما تنزل على الإحصائيات المظبوطة، بتتراجع عما تنضاف للإحصائيات. أما على شروط الربح فهي بتنزل أول بأول. أما إن كان على ساعات المشاهدة أو 10 مليون أو 4000 ساعة فديت بعد 7 أيام من إنشاء قناتك على اليوتيوب بتبدأ تنزل لك بالشروط. فبعد 7 أيام برضه ابدأ شوف قناتك، هل قناتك مقترحة في اليوتيوب؟ مش مقترحة، في حاجات احنا لسه هنتكلم عنها. فبعد 7 أيام ابدأ شوف قناتك هل هي مقترحة أو مش مقترحة. تالت حاجة معانا واللي هو قلة المحتوى أو ضعفه. طبعا احنا زي ما قلنا في أول حاجة يومية محمد مع سميرة. ممكن تكون يومية محمد مع سميرة بتقدم فلوجات، بتقدم محتوى طبخ، بتقدم مثلا انا النهارده نزلت السوق، برضه دي تعتبر من الفلوجات. انا مش عارف الحاجات دي كتير، بس ممكن انتوا مثلا تكون سميرة ومحمد دلوقتي بيتفرجوا عليا فانا مش عارف. يومية محمد مع سميرة بقى بيقوم جاي منزل لك، رافع لك على اليوتيوب نزلت النهارده السوق، اشتريت مش عارف ايه، حاجات من دول. دي اسمها فلوجات بشكل عام. طلعت في مشوار بمسك تليفوني ببدأ أصور، طلعت في أي مكان بمسك تليفوني فأنا ببدأ أصور. طبعا بعد ما صورت وخلصت ده كله بقوم جاي أرفع على اليوتيوب، ديت يعتبر اسمها من الفلوجات. طيب محتوى الطبخ برضه، يعني أنت حاول تكون، يعني أنا هديك مثال بسيط. دلوقتي إحنا قناة رمز الفكرة، لو فضلنا نقدم محتوى عن اليوتيوب، يعني مش اقول لك نوع في محتواك تقوم جايب لي من الشرق ومن الغرب، لا، نوع في محتواك من حيث قيس عليا بقى. انا قناتي رمز الفكره بقدم محتويات شرح مثلا ازاي تربح من يوتيوب، وبفهم لك امور بسيطه بحيث انك تقدر تربح حاجات من دي. شروط يوتيوب بمعنى العام، يوتيوب كامل بتكلم عنه. لو فضلت اتكلم على يوتيوب يبقى مفيش حاجه هتيجي قدامي، مفيش مشتركين، يمكن يبقى في مشاهدات بس مفيش مشتركين. لان لو فضلت اتكلم على يوتيوب فمفيش جمهور، انا مش عارف استهدف جمهور صح. فانا عايز اتكلم عن مثلا يوتيوب واعمل قسم للفيسبوك مثلا، يعني ابقى متكلم عن حاجات كتير، منها يوتيوب، منها شروط الربح بشكل عام. ابقى اتكلم عن فيسبوك، حاجه يعني تضم محتوية حوالين محتوية من دول. اما مش انا بقدم مثلا محتوى شروحات اروح اقوم جايب محتوى طبخ حطه في قناتي، محتوى فلوجات حطه في قناتي، محتوى العاب حطه في قناتي، محتوى قصص رعب حطه في قناتي، محتوى افلام، اي حاجه، لا، شرح اجيب من حواليا، طبخ، فلوجات طبخ، اجت لي مش عارف مين وقلت عزيز، نفس الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها ديت تقريبا. طيب ان كان محتواك غير فانت تبدا تقيس على حالك. فهو ده كان قصدنا من انه انت تبدا بالمحتوى مثلا، خلينا نقول، وتنوع في محتواك. لان قله المحتوى، لو محتوى ضعيف، محتواك كان ضعيف جدا، فانت يعني محدش هيشوفه، فديت هتسبب الا في الاقتراحات او قله مشاهدات او قله اقتراح فيديوهاتك. فمهما كانت فيديوهاتك تكون مثيرة للجدل، إن كانت فيديوهاتك قيمة جدا مهما كانت اقتراحها في الأول. حاول مثلا، يعني منها اسم القناة هيقول جاي دائرة كده ومكتوب تحت منها سميرة وأحمد. بعد سميرة وأحمد هيقوم جاي جايب لك محتوى سميرة وأحمد بس. عرفت؟ فأنت حاول على قد ما تقدر حسن من محتواك، خليه يكون محتوى قوي، واسم القناة يكون اسم مميز واسم محدش استخدمه قبل كده،
عشان زي ما قلنا لو اسم استخدم قبل كده فالاسم اللي قبلك هو اللي هيظهر لك، وانت اسمك احتمال تلاقيه في الاخير خالص، ومن كتر ما انت عمال تدور 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 ممكن ما تلاقوهوش، فممكن تسأل وتطلع. فنصيحة مني بعد 7 ايام من انشاء القناة اسأل شات جي بي تي وقول له هل يوجد قناة على اليوتيوب اسمها سميرة واحمد؟ مش تكتب سميرة واحمد، ده احنا بنتكلم بالمثال. سميرة واحمد ده هيبقى معانا من اول الفيديو لاخر الفيديو. فزي ما بقول لك رابع حاجة معانا واللي هي الاسم المعرف بتاع قناتك. طبعا الاسم المعرف بتاع قناتك مهم جدا ولازم تعرفه. الاسم المعرف بتاع قناتك حاول على قد ما تقدر تحسن منه، لان الاسم المعرف برضه بيكون خلينا نقول زي اسم القناة. مهما حسنت من اسمك المعرف، اسم المعرف طبعا خلينا نقول يوتيوب نفسه لو في اسم معرف مشابه ما بيطرحوش، فانت حاول حسن من اسم المعرف، لان بعد كده انت هتبقى تبحث عن قناتك من خلال الاسم المعرف. عرفت ازاي؟ فانت هتبقى تبحث عن قناتك من خلال الاسم المعرف، فدي طبعا هتسهل معاك عملية البحث لانك تلاقي قناتك على يوتيوب، وانك تلاقيها برضو في احسن حاجة وفي حاجات من دي. فطبعا خلينا نبدأ كمان معانا والحاجة الأخيرة واللي هي وصف القناة. خامس حاجة معانا واللي هي وصف القناة. دلوقتي طبعا معايا تليفوني اهو، أنا إزاي هجيب وصف لقناتي؟ إزاي هجيب اسم لقناتي؟ طبعا وصف القناة ده أنا هديك وصف واسم واسم معرف وأي حاجة أنت عايزها ممكن تلاقيها من اللي إحنا دلوقتي نتكلم عنه. طبعا أنا معايا تليفوني. خامس حاجة دي أهم حاجة في الفيديو كله. معايا تليفوني، قمت جاي كاتب وصف من عندي مثلا أحمد وسميرة، مرحبا بكم في قناة أحمد وسميرة، هذه القناة تقدم محتوى فلوجات ومحتوى طبخ ومحتوى محتوى محتوى محتوى. قمت جاي رافع الوصف بتاعي. الوصف لازم يدل على كلمات مفتاحية. انت بتعرف انه لازم الوصف يكون بيدل على كلمات مفتاحية؟ بتعرف انه مهما كان محتواك بيتكلم عن ايه، انه قوة محتواك، اسم محتواك، الاسم المعرف بتاع محتواك وكمان او بتاع قناتك والوصف بتاع قناتك ومحتواك بشكل عام، دول ممكن من خلالهم تظهر قناتك في نتائج البحث. بس طب هتقولي طب انا ازاي اجيب وصف؟ انا يعني مهما تعبت في الوصف ما بقدرش الاقيه وبقدرش. ما تزعلش، اوعى تزعل، مع رمز الفكرة ما فيش حد يزعل. عايزك تدخل على شات جي بي تي او اي تطبيق من الذكاء الاصطناعي يلي احنا دلوقتي عمالين نمر فيهم. طبعا الصين ما سابتش حد في حاله، كل يوم تخترع لك تطبيق شكل جهاز بتاع الشات جي بي تي، ان كان ذكاء اصطناعي بشكل عام، انك تسأل تستفسر عن اي حاجة انت عايزها. فطبعا الدنيا اتطورت، فانا ليه احنا بنركز عن ابدأ دلوقتي بقناة يوتيوب؟ فالسبب انه كده دلوقتي انا بامكاني ما الاقيش محتوى خالص، بس ممكن من خلال دخولي على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي واديه اسئله. انا عايز افكار لقنوات يوتيوب بديك، انا عايز محتوى لقنوات يوتيوب بديك، انا عايز اي حاجه لقنوات يوتيوب بقوم جاي مديك. فانا عايزك تبدا قناه من دلوقتي وتختار الاسم قناتك من على الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، شات دردشه جي بي تي اسم التطبيق. تبدا تعمل شات معاه دردشه، بعد ما تدردش معاه هيديك اسم لقناتك. طبعا نجاح قناتك بيبدا من الاسم، اسم المعرف، وصف القناه، محتوى القناه، او محتوى القناه وصف القناه، حاجه من دول. اسهل على حالك. عايز اقول لك ابدا صح، ابدا صح، ابدا بشات جي بي تي، ابدا بذكاء اصطناعي، وطبعا يوتيوب برضه هيساعدك، بس احنا خلينا نقول الذكاء الاصطناعي هيساعدك كتير خالص. بايه؟ هيساعدك باختيار اسم القناة، وزي ما قلنا تعمل مراجعات على اسم القناة وتشوف هل اسم القناة ده مستخدم ولا مش مستخدم بالطريقتين، يوتيوب وشات جي بي تي نفسه. وبعد 7 ايام تسأل شات جي بي تي هل يوجد قناة اسمها كذا أحمد وسميرة؟ يا أحمد وسميرة نعم يوجد قناة اسمها أحمد وسميرة. دي لو في حال ما كانش في قناة اسمها أحمد وسميرة. دي أول حاجة. خلاص اخترت اسم القناة. بعد ما اختار اسم القناة باجي على الاسم المعرف. طبعا تبدا تختار احمد. طبعا يوتيوب نفسه يطرح لك احمد وسميره، مثلا احمد الف واحد باء جيم، مش حاجات من دول. لا احنا مش عايزين ده، انت عايز مثلا
تختار اسم معرف مثلا لقناتك انت تصممه، مثلا ان كان بالانجليزي ان كان بالعربي وخلاص. اما انجليزي عربي اليوتيوب ما عادش بيعمل كده. بعد كده تقوم جاي بعد اختيار اسم قناتك واسم المعرف تعرف طبعا ايه هو محتواك. اكيد يعني، امال مش تختار اسم قناتك قبل محتواك؟ لا، لان المحتوى هو اللي بيدل على اسم قناتك. يعني مش ممكن تحط احمد وسميرة وانت محتوى جيمنج، او مثلا تحط جيمنج او اختصار جيمنج احمد وسميرة او اي حاجه من دول. المهم علينا بعد ما تختار محتواك طبعا تقول له انا عايز تطرح لي افكار محتوى على اليوتيوب، افكار محتوى مشهور، افكار محتوى يضرب بسرعه في اليوتيوب، افكار محتوى تكون جيده جدا في اليوتيوب. بعد ما يطرح لك تقوم جاي زي الشاطر رافع فيديوهاتك بشكل منتظم زي ما قلنا. طبعا اختيار وصف للقناه بشكل عام، مش للفيديو، لا وصف القناه. وصف القناه تقول له طيب انا هعمل قناه اسمها احمد وسميرة، محتواها فلوجات وطبخ، عايزك تديني وصف احترافي ومليان بالكلمات المفتاحيه. طبعا مش تقول لي كلمات مفتاحيه لاحمد وسميرة طبخ وفلوجات تقول لي كيف اصنع مش عارف ايه، لا هو هيبدا يديك النهارده هنعمل طبخ مش عارف ايه، وان كنت عايز باللغه الانجليزيه، ان كنت عايز باللغه العربيه، اللغه المصريه، اللغه الهنديه، اي لغه هيبدا يطرح لك اللغه المظبوطه ويبدا يديك افكار، وان شاء الله تبدا تحطها وتنجح. واهم حاجه نجح قناتك يبدا بالاسم، اسم المعرف، الوصف وكده. بعد كده تبدا تحسن من صورك المصغره. بعد كده اللوجو القناه دي حاجه اساسيه عشان قناتك تتعرف باللوجو، وان شاء الله هتنجح. بعد ما تعمل دي كله ما تنساش تدعي لنا بعد ما اذا استمريت على الحاجه ديت، ما تنساش تدعي لي ان انا قدمت لك النصيحه ديت والمعلومه ديت بحيث انك تقدر تساعد مثلا في قناتك انها تكبر وتطلع على يوتيوب وتنتشر بشكل اسرع. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اتمنى لكم كل التوفيق. ابراهيم شفيق، شكرا لكم. رمز الفكرة كان معكم. رمز الفكرة الدليل الاول لمنشئين المحتوى على يوتيوب. شكرا لكم، باي باي.